كأس إثيوبيا 1976 الدوري اللي غيديها المنتخب المغربي في نسخة لعبات بلا ماتش فينال، وكانوا فيها احداث هيتشكوكيه من الاول حتى الاخر. في هذه المعلومه الغابره غنهضر على ملحمه المنتخب المغربي في هذه البطوله والنجم الوحيده اللي ديناها ولكن بالحلال. جلالة الملك رحمه الله الحسن الثاني دار واحد الرساله اللي بكات المجموعه كامله. وباش يلعب هذاك الكاس بدا من رحله طويله، بدات من المرحله التمهيديه ثم الاقصائيه، عاد غادي يتاهل حيت ما كانش كيتحسب كمنتخب قوي وما كانش مرشح. هاد الثمانيه ديال المنتخبات غيتقسموا على جوج مجموعات. القانون كان الا ربحتي كتاخذ جوج النقاط والا تعادلتي نقطه واحده، وكل مجموعه كيدوزوا منها جوج ديال المنتخبات. الماتش الاول غادي نتعادلوا فيه مع السودان 2-2، الماتش الثاني غنربحوا الكونغو الديمقراطيه ب1-0. اما في الماتش الثالث غتبدا الكولاسه. المدرب ديال المنتخب النيجيري غيجي عند المدرب ديال المنتخب المغربي وغيطلب منه انه يسالي هذا الماتش بالتعادل. واحد المدرب ديال نيجيريا جا بغى يتفق مع مارداريسكو عندنا ندوزو حنا الاولين ثم ندوزو الثانيين وهذه. ولكن من غيبدا الماتش المنتخب النيجيري غيفتتح التسجيل وغيفرحوا بهذا الهدف بواحد الطريقه مستفزه، وهذا الشيء اللي غيقلب هذا الماتش. هذا الماتش غيسالي ب3-1 وغيتاهل المنتخب المغربي في المركز الاول ب5 ديال النقاط بلا ما يخسر حتى ماتش، ومن موراه منتخب نيجيريا. اما المجموعه الثانيه داز منها منتخب غينيا ومنتخب مصر. هاد الربعه ديال المجموعات ما غيلعبوش نصف نهائي ونهائي كيف ما دابا، ولكن غيديروا في مجموعه جديده وغيلعبوا مع بعضياتهم، يعني اللي غيجمع اكبر عدد ديال النقاط هو اللي غيديها. وباش المنتخب المغربي يقدر يلعب هذا الدور النهائي كان خصو يسافر من مدينه ديرواضه حتى للعاصمه اديس ابابا. غير ركبوا في الطياره غير غتطلع بشويه غتشعل فيها العافيه، واخا البيلوت غادي يعتقل الموقف وغيرجعوا من المطار، لكن اللعابه دوزوا 30 دقيقه في السماء كانوا كيشوفوا فيها الموت بعينيهم، وهذا الشيء اللي غيخليهم ما يبغيوش يسافروا في هذيك الطياره من بعد ما تصلحات وغيباتوا في المطار. في هذيك الليله غتجيهم رساله من الملك الراحل الحسن الثاني عن طريق سفير المغرب في اثيوبيا، وغيقول لهم انتم دابا ما بقيتوش غير لعابه، انتم دابا جنود ديال المغرب، خاصكم تقاتلوا وتصنعوا ملحمه باش تجيبوا هذاك الكاس. هذا الشيء اللي غادي يرفع من الحماس ديال اللاعبين وغينتقلوا لاديس ابابا باش يكملوا هذه البطوله. غيلعبوا الماتش الاول مع مصر وغيربحوها ب2-1، الماتش الثاني غنلعبوه مع نيجيريا وغنربحوهم حتى هما ب2-1. يعني دابا حنا عندنا 4 ديال النقاط وغينيا عندها 3، اما مصر ونيجيريا ما بقاوش لاعبين على البطوله. هنا الجوله الثالثه ما غتبقاش جوله عاديه، ولات ماتش نهائي بيننا وبين غينيا. حنا خصنا تعادل باش نديو الكاس وهما خاصهم يربحوا باش يديو. الماتش غيبدا والمفاجاه هي ان غينيا سبقات الهدف في الدقيقه 33 رسميا هما اللي غيديو. بقى المنتخب المغربي كيحاول لكن الكره ما بغاتش تدخل حتى للدقيقه 86. خويا حط كره، هذه الجمله اللي خلات احمد فراسي حط كره لبابا وغيتيريها في الشبكه، وغتكون هي هدف التعادل والسبب اللي غيخلينا نديو هذا الكاس. سمعت على بابا باللور تيقول له خويا حط الوقت اللي حطها له ضربها تما غادا تدخلات. واش عارفين ان الوقت اللي كان كاس افريقيا كيلعبوا 3 و4 ديال المنتخبات كان المنتخب المغربي ممنوع من المشاركه وكان متعرض للتوقيف من طرف الفيفا على قبل الجزائر. فهاد المعلومه الغابره غنهضر على الاسباب وعلاش ما كانش المغرب كيلعب كاس افريقيا. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تاسست في 1956 مباشره من بعد الاستقلال. في نفس السنه كان وقع واحد الحادث، زعماء الثوره الجزائريه كان عندهم لقاء مع الملك الراحل محمد الخامس في المغرب، غيساليو غياخذوا طائره مغربيه من المغرب والوجهه هي اجتماع في تونس، لكن غتجرى قرصنه هذه الطائره من طرف الفرنسيين في الاجواء البحريه قرب الجزائر. غادي تشدوا هاد الزعماء ديال الثوره من طرف الفرنسيين، وهذا الشيء اللي ما غادي يعجبش الملك الراحل محمد الخامس. وعلاش كنعاود هذا الحدث؟ حيت هو واحد من الاسباب ديال هاد القرارات اللي غنهضر عليهم، وهذا الشيء جا على لسان هذا الاعلامي الفرنسي. سمعوا شنو قال. Qui est le plus grand provocateur? Est-ce le Maroc qui met son équipe à jouer contre l'équipe officielle algérienne, ou bien le gouvernement français de l'époque qui détourne en plein ciel un avion marocain dans lequel se trouvaient 5 ministres algériens? Voilà le problème. من موراها بسنتين 9 ديال اللاعبين الجزائريين غيهربوا من الانديه الفرنسيه ديالهم في 13 ابريل 1958، غيرجعوا للجزائر باش ياسسوا منتخب جبهه التحرير الجزائري واللي كان محرم على اي دوله باش تلعب معاه بالتوصيه من فرنسا. من موراها غيتنظم دوري جميل ابو حيرد للمناضله الجزائريه. هذا الدوري كان غيتقام في تونس، واللي كان مشارك فيه هو المغرب، تونس، ليبيا والجمهوريه المتحده اللي هي مصر وسوريا. لكن هذا الاتحاد ديال مصر وسوريا ما غيجيش حيت كانوا خايفين من العقوبات ديال الفيفا، لكن المغرب قرر واخا هذا الشيء يلعب هذا الماتش وغيدخل التاريخ كثاني دوله غتلعب مع منتخب جبهه التحرير الجزائريه بتاريخ 9 ماي 1958. اما المنتخب الاول كان هو منتخب تونس واللي غيلعب معاهم في نفس الدوره. وهنا غتدخل الجامعه الفرنسيه عند الفيفا وغيتوقف المنتخب المغربي لمده سنه عن خوض اي مقابله دوليه. ومن موراها في 1959 غادي يمشي منتخب جبهه التحرير لمصر في عهد جمال عبد الناصر، ولكن هذا الرئيس غيعطي الاوامر ديالو باش حتى منتخب ولا فريق مصري ما يلعب معاهم.
وحتى سوريا غدير نفس الحاجه خوفا من عقوبات الفيفا. مصر ما حبوش يلعبوا معنا. ما لحقنا القاهره في البوس وسينا زوج تدريبات من بعد قالوا لنا ما نلعبوش معكم. واخا هاد العقوبات غيعاود الملك الراحل محمد الخامس يستقبل منتخب جبهة التحرير في المغرب في نوفمبر 1958 وغيلعبوا مجموعة ديال المقابلات مع منتخبات العصب الجهوية في المغرب، وكان الهدف هو التأكيد على الدعم المغربي للجزائر وأيضا جمع التبرعات لجبهة التحرير. لي مدراهم لا ما تسماش في المغرب. كيف ما شفتوا هذا جزء من التاريخ اللي ما خلاش المنتخب المغربي يشارك في التظاهرات القارية والعالمية في الوقت اللي كانوا في دول أخرى كيلعبوا دوريات رمضانية باسم القارة الإفريقية. أجي نعطيك واحد المعلومة غابرة غيعقلوا عليها غير الأساطير. الزمان هو ماي 2007، المكان جحيم دونور، والمناسبة هي دوري مولاي الحسن. الإخوة الأعداء تجمعوا في فريق واحد ولبسوا توني واحد ولكن ماشي ديال المنتخب. هذا التحالف المرعب حطم كبرياء واحد من أقوى المنتخبات في ذيك الوقت اللي هي الأسود الغير المروضة الكاميرون، اللي دخلات بأسماء واعدة كان كل شيء كيشوف فيها أساطير قادمة بقوة. لعبة من قيمة المهاجم السريع بيا غابوري، اللاعب الصلب نادال، وبلا ما نساو موكوكو فيليكس. المهم البلان بدا واحد الصباح هذه 19 عام، كازا فاقت على واقعة سوريالية فكرة دمج لاعبي الغريمين الرجاء والوداد، وجمع أعداء الأمس في تشكيلة واحدة تحت قيادة المدربين البرتغالي فينغادا والمدرب المغربي جماد سلامي. الهدف كان هو يوريو الكاميرون شكون هما اللي حاكمين كازا. الماكينة ديال كازا بدات كطحن من الدقيقة الأولى، ياجور فتاح وعبد الواحد الشخصي برزطوا الدفاع ديال الكاميرون، ولكن السحر الحقيقي بدا فاش رفيق عبد الصمد غيحط كرة مليمتري لهشام جويعة اللي غيحطها في الشبكة وغتهز معاه الماء كانوا في ريميجا في دقة واحدة. هو دابا تخيل ان الوداد والراجل لاعبين في ماتش واحد. الكاميرون حاولوا انهم يرجعوا في الماتش، ولكن قلب الدفاع اللي كان في هذاك المقابلة هو هشام العمراني وحمزة حجي، بالاضافة للحارس الكبير خالد فهامي اللي قدم مباراة كبيرة وتحفنا بتصديات خلات الكاميرون يفقدوا الامل في الماتش. وفي اللحظه اللي كيقلبوا فيها على هدف التعادل جا الخلاص من اقدام اللاعب عبد الصمد رفيق اللي غيسالي هذه الحفله وغيهدي الائتلاف الرجاء والوداد رباح تاريخي ب2-1. هذا الواحد غيماركيو الكاميرون في الانفاس الاخيره من الماتش. فريق مؤقت متعنا وفرجنا وقهر الكاميرون، وموراها غيتحل وغيختفي من الوجود وخلى موراه قصه في ذاكره الاجيال. ومن ثم اللعنه المغربيه بقات تابعه منتخب الكاميرون حتى في المواجهه الحبيه امام نهضه زمامره قبل من الكانسلات بالتعادل ما قدروش انهم يربحوهم. ودابا سؤال موجه لكم وبعيدا على التعصب، واش تبغيو هذا الاتحاد يعاود يبان في ماتشات اللي هي كبيره ويمتعنا، ولا الديربي حلاوته غير في صداع؟ بانوا عندي في التعاليق، وما تنساوش هنا غتسمعوا المعلومات الغابره اللي ما غتلقاوهاش في كتب.